الجمهور كان مؤازر المنتخب البحريني اللي ضاف له دعم معنوي، بس الحمد لله وشكر قدرنا نوقف ند قوي وبالاخير نطلع فايزين بهاي المباراه. شكرا جزيلا. جمهورنا اللي داخل العراق وخارج العراق بالتوفيق ان شاء الله. انصراف حضور. والله المباراة بغت تفلت من عندكم. صح. بغت تفلت. صح. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اليوم المباراة كانت بصورة طيبة خاصة من المستوى الفني للفريقين. شيء اكيد المنتخب البحريني ما عنده شيء يخسره، خسران الشوط الاول 1-0 وما بين ارضه وما بين جمهوره، شيء اكيد راح يهاجم الفريق العراقي، بس الحمد لله والشكر استطاعوا ان يسجلون التعادل من كرة ثابتة، بس الحمد لله الفريق بقى متماسك لحد الدقائق الأخيرة، واحنا نعرف البركلات جزاء ركلات حظ، والحمد لله والشكر نور صبري نقذنا في ذا صد الكرة وتسجيل الهدف، فاعتقد اليوم اللاعبين ادوا بصورة طيبة خاصة في ناحية المجهود داخل الملعب، ونقول مبروك للمنتخب العراقي وهارد لك اخواننا البحرانيين، ان شاء الله حظنا اوفر، ومثل ما تعرف احنا صار لنا فترة طويلة غايبين على هالبطولة وما متأهلين لمباراة النهائي، يمكن صار لنا 25 سنة، الحمد لله اليوم الشكر اللاعبين ادوا ما عليهم بصورة طيبة، واهم شيء فرحنا شعبنا اللي دائما ينتظرنا والجمهور اللي حضر مباراة الجمهور العراقي، واتمنى ان شاء الله نوعدهم المباراة النهائية ان شاء الله نقدم مستوى طيب يليق باسم الكرة العراقية. المباراة النهائية بصراحة راح تكون صعبة جدا. شيء اكيد المنتخب الامارات منتخب مستواه الفني مستوى عالي، خاصه مباراه اليوم احنا شاهدناها مباراه قدم مباراه كبيره مع المنتخب الكويتي واستطاع يفوز بالهدف الوحيد في الدقيقه الاخيره. مثل ما تعرف كل مباراه لها ظروفها ولها رجالها، اتمنى ان شاء الله المدرب يوضع التكتيك المناسب للفريق الاماراتي، ومثل ما احنا نفكر بالامارات راح يفكرون بنا، واعتقد المباراه واتمنى ان شاء الله تكون اهم شيء تظهر بصوره طيبه تليق باسم الكره العربيه والكره الخليجيه بصوره خاصه، واتمنى ان شاء الله يوفقنا المباراه وتكون كاس الخليج 21 عراقي. بالتوفيق ان شاء الله. محمد عبد الغفار ارسل عندك. قعدت بطولة الخليج تعانق البحرين، والان البحرين تودع بطولة الخليج ال21 بركلات ترجيحية امام العراق. مبروك للاشقاء في العراق وحظ اوفر للبحرين. طبعا معنا الجماهير البحرينية تشوف رايها عن اداء المنتخب في هذه البطولة وكيف نقول الفريق. والله نقول اول شيء مبارك حق جمهور العراق والمنتخب العراقي على الفوز، ونقول حق ربعنا اول نهار لك، بس التنظيم كان مو بزين، التنظيم حق الاعداد حق البطولة ما كان زين. شهرين تبون مدرب وتبون بطولة ما يصير، يعني هاي في اتحادات الكرة ما صارت هالأمور يعني في العالم.